السلام عليكم واهلا بكم من جديد في مطبخ شريفه كويزين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنتقسم معكم واحد الطبق ساهل ماهل كيوجد في وقت وجيز، ولكن كيجي لذيذ بزاف. انا بزاف كنعملو في الدار حيت كيعجبوهم بزاف ودائما كيطلبوه لي. كنتمنى حتى نتوما ينال الرضا ديالكم. اذا عجبتكم الحلقه اليوم ما تنساوش تعملوا لي لايك للفيديو، وكذلك تنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم. ما بقى لنا دابا غير نمشيو نشوفوا الطبق، فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. غنحتاجو طنجره غنعملو فيها معلقه كبيره زيت نباتيه، غنضيف فيها نص مقدار من الشعريه او الفداوش. ديك الشعريه تسفى ديك الرقيقه غنخليها حتى تحمر، وانا كنحركها. ملي غنشوفها يعني تحمرت ما نخليوهاش يتحرق حتى يعني نخليوها نحصلو غير على لون ذهبي. هنا وصلت اللون اللي حبيت يعني اللي بغيت. غنضيف عليه طاسه او زلافه الروز اللي مغسول مزيان ومصفي من الماء. غنخليه 2 دقائق وانا كنحرك. من بعد غنضيف ملح مقدار كافي باش يبنن لي الروز والشعريه، وكذلك غنضيف فلفل اسود تقريبا عملت هنا نص معلقه صغيره. دابا غنزيد 3 مقدار الماء، يعني بديك طويصه او زلافه بها غنعبر الماء. نعمل 3 حتى 3.5 مقدار الماء. غنجهد النار على الروز نعملها متوسطه، ونخلو فيها ديك المغرفه وهي مغطيه باش ما تضفتش. من يغلي الماء غنحيد ديك المغرفه ونغطي الطنجره ديالنا ونقص العافيه تماما، نخليها مهيله ونخليه يطيب على خاطرو. اما اذا كنتو مزروبين طيبوها في الطنجره الضغط بنفس الطريقه، غير هي نخليوها بين 10 حتى ل 15 دقيقه. هنا الروز ديالنا طاب، غنطفي عليه النار ونغطيه ونخليه 5 دقائق. عاد من بعد غنقدمه. الروز ديالنا بعد ما طاب وقدمته في الطبق كيجي رائع. كنتمنى تجربوه وانا متاكده غيعجبكم حيت كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى الحلقه اليوم تكون نالت الرضا ديالكم. ما تنساوش تعملوا لي لايك للفيديو طبعا اذا عجبكم، وكذلك تنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم. اما اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تسجلوا فيها بالضغط على زر اشتراك او صابوني مع تفعيل القناه بالضغط على الجرس. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.